السلام عليكم. النهارده هنتكلم مع بعض على أصل فكرة حلاوة المولد. ظهرت حلاوة المولد في عهد الفاطميين، في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، اللي كان بيأمر بتوزيع الحلويات على عامة الناس والجنود يوم ولد النبي. أما فكرة الحصان وعروسة المولد ظهرت تحديدا في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي، اللي كان بيحب إحدى زوجاته وأمر بخروجها معاه يوم ولد النبي. وكان الحاكم بأمر الله بيركب على حصان، وزوجته بترتدي فستان أبيض جميل وعلى رأسها تاج من الياسمين. هنا قام صناع الحلويات بعمل قالب من الحلوى على شكل الأميرة، من هنا جت فكرة عروسة المولد اللي أصبحت عادة عند المصريين يوم ولد النبي، اللي هي فكرة بقى عروسة المولد والحصان وحلويات ولد النبي. شكرا.